مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. لو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده فيلمنا كابتن مصر، فيلم نادر تم عرضه المره الاولى يوم 28 فبراير 1955. مده عرضه 105 دقيقه، وتصنيف العمل كوميدي ورومانسي. الفيلم من إخراج بهاء الدين شرف وتأليف كمال محمد. أما عن طاقم العمل فهو محمد الكحلاوي، إسماعيل ياسين، زهرة العلا، هدى شمس الدين، محمود المليجي، محمد التبعي، سيد بدير، وماري منيب، زناد صدقي، علي كامل، سميحة محمد، عبد الحميد زكي. وبتدور أحداثه حول شاب بيعيش في حارة، بيحب الكورة. أهله بيحاولوا إن هم يكرهوه فيها علشان يتعلم صنعة يعيش منها، ولكن هو بيحبها وبيحب جارتهم وبيبقى عايز يتجوزها. بيفضل يشتغل على نفسه في الكورة لحد ما بيبقى مشهور، وخطيبته دي أو اللي بيحبها يخطبها، وتدور الأحداث ما بين حبهم هما الاتنين لبعض. ففي واحد يعجب بيها لأن هي كانت جميلة جدا، فيحاول إن هو ياخد خطيبته منه، وبالفعل نجح في كده. ازاي؟ سلط عليه رقاصة، والرقاصة طبعا كلنا عارفين ان هي غلط على لعيب الكورة. قعدت تسهره وتسكره لحد ما بقى يعني بيحبها حب العبادة، وبقى خلاص بايظ من كتر البوظان اللي فيه. بقى يروح الماتش الصبح يخسر الفرقة، لحد ما صاحب الفرقة او رئيس النادي طرده من النادي وقال له انت خلاص ما بقيتش نافع، وانت 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 وانت، والدنيا انهارت عليه. ورجع تاني كحيان في حارته، قاعد في بلكونته بيستعجب على اللي حصل. جه اخو البنت اللي هو بيحبها ورفض العلاقة دي، وحب ان هو يرجعه تاني لان كان صاحبه. وخطيبته حاول معاها تاني، افتكر ان هو بقى هينجح علشان خلاص بقى ضيعه مع الرقاصة وكده، والرقاصة اصلا بعته اول ما انهزم من الفريق. قرر ان هو واخته يعملوا عليه رابطة ويقفوا جنبه ويعملوا التاني ويكرهوه في عيشته. الراجل الغني ده الحاجة الجامدة وقفوا جنب اللاعب الكورة اللي هو محمد الكحلاوي ورجعوه تاني للنادي والخطيبته، وبقى احسن من الاول. والتاني انهزم. معنى كده ان الخير بينجح والشر بيفشل. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو اول مرة تسمعوا عن الفيديو ده او الفيلم ده ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات. شكرا جدا، مع السلامة.